بعد إدراج الصورة داخل المستند سوف يمكننا إجراء العديد من التعديلات عليها، مثل تغيير الحجم أو تغيير الموضع أو عمل قص كروبينج لحواف الصورة. وللتعرف على كيفية عمل هذه التعديلات نضغط على الصورة بالمؤشر لاختيارها، فتظهر نقاط تحكم حول حواف الصورة. وكما نرى عند وضع المؤشر عند هذه النقطة يتحول المؤشر إلى سهم مزدوج، وبالضغط مع السحب على هذه النقطة سوف يمكننا تغيير أبعاد الصورة بالشكل الذي نريد. وكما نرى أنه عند اختيار الصورة يظهر شريط الأدوات Picture تلقائيا، وباستخدام المفاتيح الموجودة في هذا الشريط يمكننا عمل العديد من التعديلات على الصورة. فمن القائمة Color يمكننا اختيار نظام الألوان للصورة، حيث يمكن اختيار إظهار الصورة بدرجات اللون الرمادي Gray Scale، أو إظهار الصورة باللونين الأبيض والأسود فقط، وذلك باختيار Black and White. وباختيار Wash Out سوف يتم تحويل الصورة إلى علامة مائية بحيث يمكن وضعها في خلفية المستند. ومن المفاتيح More Contrast و Less Contrast يمكن زيادة أو تقليل درجة تباين الصورة. ومن المفاتيح More و Less Brightness يمكن زيادة أو تقليل درجة إضاءة الصورة. وباستخدام المفتاح Crop يمكننا عمل قص أو Cropping لحواف الصورة. وللتعرف على هذه الأداة نختارها، ثم نضغط المؤشر على أحد زوايا هذه الصورة، ونضغط مع السحب إلى الداخل، فيتم عمل قص لهذا الجزء من الصورة. وإذا أردنا فإنه يمكننا استعادة الجزء الذي تم قصه من الصورة، وذلك بالضغط مع السحب لهذا الركن إلى الخارج. ولإلغاء تشغيل هذه الأداة نضغط عليها مرة أخرى، وبالضغط على المفتاح Rotate Left يتم عمل دوران للصورة بمقدار 90 درجة إلى اليسار. وبتكرار الضغط على هذا المفتاح تعود الصورة إلى وضعها الأصلي. ومن القائمة Text Wrapping يمكننا تحديد طريقة التفاف الصورة حول الكتابات الموجودة في المستند كما سنتعلم في الخطوات القادمة. وبالضغط على المفتاح Format Picture سوف يظهر المربع الحواري Format Picture، حيث يمكننا عمل العديد من أنواع التعديلات على الصورة. فمن لوحة المتغيرات Colors and Lines يمكننا اختيار اللون الذي نريده لخلفية الصورة من هذه القائمة. ومن لوحة المتغيرات Size يمكن تحديد قيمة عرض وارتفاع الصورة بإدخال القيم التي نريدها في الخانات Width و Height. كما يمكن عمل Scale أو تغيير قياس الصورة بإدخال نسبة التكبير التي نريدها في الجزء Scale. ومن لوحة المتغيرات Layout يتم تحديد طريقة انسياب أو التفاف الكتابات حول الصورة كما سنتعلم في الخطوات القادمة. ومن لوحة المتغيرات Picture يمكننا عمل قص Cropping للصورة بإدخال الأبعاد التي نريدها في هذه الخانات. كما يمكننا التحكم في ألوان الصورة بالطريقة التي نريدها من الجزء Image Control. ومن لوحة المتغيرات Web ندخل الكتابات التي سوف تظهر في حالة عدم ظهور الصورة أثناء عرض المستند من خلال متصفحات الإنترنت. وبعد عمل الإعدادات التي نريدها نضغط OK للخروج من المربع الحواري وتطبيق هذه الإعدادات. ونذكر هنا أن الإعدادات الموجودة في هذا المربع الحواري تختلف تبعا للصورة المختارة. والمفتاح Set Transparent Color يكون فعال فقط عند استخدام الصور ذات الامتداد GIF. وبالضغط على المفتاح Reset Picture سوف يتم استعادة الحالة الأصلية للصورة. والآن نضغط بالمؤشر في أي موضع خارج الصورة لإزالة اختيارها. ولإدراج صورة من ملف نفتح القائمة المسؤولة Insert ونختار From File من القائمة الفرعية Picture، فيظهر المربع الحواري Insert Picture، فنقوم باختيار الصورة ثم نضغط على المفتاح Insert، فيتم إدراج الصورة داخل المستند. ونلاحظ أن الأداة Set Transparent Color قد أصبحت فعالة، وتستخدم هذه الأداة لتحويل أحد ألوان الصورة إلى اللون الشفاف. فلتحويل هذا اللون مثلا إلى اللون الشفاف نختار الأداة Set Transparent Color من الشريط Picture، ثم نضغط في أي موضع على هذا اللون، فيتم تحويل هذا اللون إلى منطقة شفافة.